يا صباح الفل والياسمين على كل المتابعين المحترمين في كل مكان. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بكامل الصحة والعافية في احسن الاحوال وفي راحة بال يا رب. النهاردة هنعمل روتين كده ايه جامد، وهنعمل فيه انجازات بقى ايه. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وكومنت ايجابي كده منك لاختك. ربنا يجبر بخاطرك يا رب، انت وكل من يجبر خاطر حد بكلمة كويسة لكم بالمثل ان شاء الله. هنبدأ يومنا بقى ايه كالعادة. طبعا اخواتي وحبايب قلبي اللي معايا من زمان عارفين ان انا ببدأ يومي ايه بالغسيل، عشان الغسالة عبال ما تاخد دورتها وتخلص نكون احنا انجزنا في يومنا وخلصنا ايه بقيت شغلنا. زي ما انتوا شايفين كده اهوت بدأت يومي بايه، بان انا مليت الغسالة وحطيت المسحوق. وبالمناسبة بمناسبة بقى المسحوق خليكم معايا إيه، لان انا عامله لكم بقى خلطة في الاخر ازاي بنضاعف كمية المسحوق وبيفضل معانا لمدة طويلة. وكمان بينضف لان هضيف ليه حاجات تخليه ينضف. وهتشوفوا الغسيل الابيض والفوط وشاش المخدات والملايات زي الفل معايا، هتشوفوها شكلها ايه، نظيفة نظافة مفيش بعد كده. وانتوا اللي هتحكموا وانتوا اللي هتقولوا فعلا تستاهل كم من 10 ايه الخلطة ديت. خليكم معايا بس كده وان شاء الله هتعملوها وتجربوها وترجعوا في التعليقات تكتبولي. ربنا يبارك لك يا ام مايكل ويبارك لكم انتوا كمان يا حبايب قلبي يا رب. هوريكم بقى الخلطة اللي انا ماشية بيها بقالي سنين وما شاء الله. طبعا كلكم بتشوفوا غسيلي شكله ايه. طبعا مش بشكر في نفسي انتوا عارفيني طبعا انا بتعامل معاكم بكل صدق وامانه. كده ايه حطيت بقى دورة الغسيل معايا إيه ملاية ووش ملاية وفوط والابيض وفوط صفرة وكده بس نضيفة. هياخدوا دورة وعبال ما يلفوا بقى لفتهم بدورتهم ايه، اشوف انا ايه اللي ورايا عبال الغسالة ما تبطل اكون انجزت كمان الشغل اللي ورايا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. ايه ده بوريكم الدقة ديت انا هعملها ايه للبتنجان ده. وانا سلقة كمان بتنجان مخلل كده، ما حبيتش اطول عليكم، عاملاه معاكم ايه بالتفصيل قبل كده. ومعايا كده ايه سردين، السردين النيلي البلدي العادي اللي احنا عارفينه ده. عملت له بقى الدقة بتاعته العادية خالص، كنت عاملاه معاكم بالتفصيل قبل كده. والدقة معايا برضه هقولها عشان كل اخواتي وحبايبي الجداد معانا. اهو توم وملح وكمون وكزبرة ولو في بهارات سمك وايه ودقتهم مع بعض كده طبعا، والليمون لان اي اسماك روحها الليمون والكمون. ومسكت الخلطة حطيتها على السردين وقلبته بقى ايه كويس وعصرت عليه ليمون وهسيبه بقى ايه يتبل. ودخلت ايه اعمل شوية رز زي ما انتوا شايفين كده. حطيت حلة على النار وفيها زيت ونزلت بايه ببصل مبشور لحد ايه مغمق معانا بالشكل ده. وعلشان برضو تلاشي او تتفادي المرارة اللي بتكون في البصل بنحط له ايه شوية فلفل اسمر كده بيمنع المرارة نهائي في الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت المية المناسبة على مقدار الرز وملح وشوية كده من بهارات السمك وهقلبه بقى ايه واسيب المية ببصل كده بالبهارات تغلي عبال ايه ما اغسل الرز واجيبه. جبت الرز كده بعد ما غسلته وصفيته نزلت كده ايه على البصل بالمية بالبهارات كده وهقلبه. اديله بقى ايه تقليبة كده علشان البصل والبهارات وكل حاجة ايه تتداخل كده في الرز. وبعد ايه ما يتشرب المية ديت ايه حوطت عليه واسيبه بقى ايه لحد ما يستوي. رحت بقى ايه على البتنجان ده كده غسلته. طبعا ده كان عندي بتنجان نقيت منه الكبير ايه هقليه ادحرجه. والتاني ده عملته ايه زي ما انتوا شايفين كده سلقته علشان ايه نعمله مخلل بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. اهوت بدأت افتحه بالشكل ده. لازم بتفتحيه لازم ما تحطوش مقفول لانه لا قدر الله ممكن في الزيت ممكن يفرقع وهو مقفول ويطرطش ويبهدل الدنيا إيه الزيت ده وهو مغلي. ربنا يسترها عليكم يا رب. والكبيرة شوية كنت ايه بقسمها نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تستوي كويس. وهسيبه بقى ايه لحد ما يستوي كويس كده. هروح بقى ايه عملت الخلطة كده
للبتنجان المسلوق، وهبدأ بقى احط فيه الخلطة. والخلطة عبارة عن توم وهريسة شطة وملح وكمون وكزبرة، مش اكتر من كده، وعصرة ليمون. بنحط بقى فيه ليمون ياما، الليمون هو اللي بيخلي قلبه يحمر، مش هريسة الشطة نهائي. وجربي كده بعد حتى ما يستوي تاخديه تاكليه وتعصري في قلبه ليمونة كده، هتلاقي لونه بيحمر معاكي وقتها وانتي قاعدة بتاكلي. كده اهو فتحته كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ بقى احنا مش بنحب فيه الخلطة بصراحة كتير، فهحط يعني حاجات بسيطة كده، افرد الحتة كده فردة بسيطة فيه. وساعات ما بيحبوش الحشو خالص فيه، بعمل التتبيلة ديت واحطها في المية، مش اكتر من كده، افتحه واحط الخلطة في المية، مش واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. ولازم عنه في البيت بصراحة، حاجة كده تفتح النفس، ولازم عنه في البيت. كده اهوت خلصت الكمية اللي معايا، وانا مش بعمل كمية كتيرة بحيث ان احنا إيه ناكل الشوية دولت ونجيب نعمل لغيره صابح، يبقى حلو كده معانا. وانا بملحه في المية بتاعته. ليه بقى في المية بتاعته؟ اي مية اي مخللات بتحتاج مية مغلية، فكده كده المية ديت بتاعته مغلي فيها، بتحافظ عليه وما تخلوش يعمل طبقة من الريم، وبتطول كمان في عمره. كده اهوت حطيت شوية دولت، لقيته محتاج تاني هعمل له تاني اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبالراعي الملح، ما نحطش ملح كتير لان الخلطة فيها ملح. وكده بقى تمام معايا بقى، وهركنه على جنب واروح اشوف هعمل تاني. كده المواعين بقول لكم هغسل بقى شطب شوية دولت، خلصتهم كده. وكان طلع معايا البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده عملت الخلطة بتاعته نفس الخلطة، توم وهريسة شطة، بس ضفت عليه قطعة من الفلفل الالوان، وكمان طماطمية صغيرة مبشورة بتديله تسكيرة كده وبيكون طعمه تحفة، وعصير ليمون مش اكتر من كده. وحشيته كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبق بقى مقبلات كده جنب الاكل، حاجة تفتح النفس بصراحة، تسيبي الاكل وتاكلي ده. كده بوريكم معايا كده الدقيق، حطيت عليه معلقة من الكركم وكمون وكزبرة وشوية من الملح، وبنراعي كل البهارات دي لان معانا سردين مبهر. ببدأ اتخلص كده من التوم والخلطة زي ما انتوا شايفين كده، ان انا بمسح السردينية كده على حرف العلبة، علشان الحاجات ديت بتنزل الزيت بتخليه يتحرق بسرعة معانا. كده اهوت ايد بتاخد من العلبة، وايد ناشفة بتعمل في الدقيق، عشان ايديك ما تشيلش كده من هنا لهنا وتعجن كده. كده وجبت مصفى كده بتخلص من بواقي الدقيق، عشان ما يحرقش معايا كمان الزيت بسرعة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هعمل كمية على قد الطاسة مش اكتر. وانا معايا الزيت اللي عملت فيه البتنجان، هكمل بقى فيه السردين، ويبقى كمان كده تمام. على كده خلاص هتخلص منه. انا ممكن اكون قليت فيه مثلا مرة او مرتين بطاطس، وبعد كده عملت فيه البتنجان كده والاخر في السمك كده وابقى استكفيت بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبوريكم كمان شايفين بقى الغسيل ونظافته، والابيض نضيف ازاي معانا، والنور كان طافي بامانه، يعني شايفين ما شاء الله نظافته كده، والنور كمان كان طافي. بوريكم قد الغسيل الابيض نضف معايا بالخلطه ديت. خليكي معايا بس، وان شاء الله هتستفادي من الخلطه. وياريت لو استفدتي من الفيديو لو بمعلومة واحدة، ما تنسيش تعملي لايك، ولو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشرفينا باشتراكك. طبعا تشرفينا وتنورينا يا ست الكل. كده هبدأ معاكم بالخلطة. زي ما انتوا شايفين كده جبت طبق اهوت، وده كمية كان عندي شكارة اصلا من المسحوق اللي هو فرط بالكيلو ده، جبت منه تقريبا كده كيلو ونص. وطبعا انتوا شايفينه كده مكتل، بحاول افك الكتل زي ما انتوا شايفين كده.
اهوت بحاول ايه افك الكتل ديت بايه بقدر الامكان، لان هو بقاله فترة ايه معانا كده ملح ليمون، ومعانا زهرة بيضة وكربوناتو كده اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد كده ملح الليمون زي ما انتوا شايفين كده، بوريكم قدام عينيكم اهوت كده 3 معالق من ايه من الكربوناتو، من الملح ليمون، 3 معالق من ملح ليمون. هنضاعف بقى كمية الكربوناتو، هناخد ايه 6 معالق. دايما بنخلي ايه ملح الليمون ضعفه على طول ايه، ضعفه على طول اللي هي الزهرة البيضة. يبقى 3 ملح ليمون، 3 كربوناتو، 6 زهرة بيضة. ونقلب بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كل المنتجات الجاهزة بتاعت بره بيكون داخلها ايه، بيكون داخلها كل المواد ديت عشان ايه تنضف. ده مسحوق عادي، ممكن برضو تستعمليه بالطريقة ديت على طول، بس احنا ايه علشان نعزز بقى ايه القيمة ايه بتاعته، وكمان نعزز النظافة فيه، هنضيف ليه ايه حاجات تانية خالص، وكمان ايه يكون فيه ريحة كويسة، يكون الغسيل كده ايه فيه ريحة. برضو ايه بحاول بقدر الامكان زي ما انتوا شايفين كده افكك الكتل ايه اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو في مثلا كتل برضو من الزهرة او الكربونات او كده، كله ايه بفككه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو واضح ليكم ان لون الاريال فتح معايا، طبعا انا مش هقول لكم نوع معين ايه من الاريال الفرط، بس بنحاول يعني بقدر الامكان نجيب اللي هو ايه كويس شوية، يعني ايه مش المنعدم خالص، ايه كويس شوية، هينضف معانا وكمان هيضاعف الكمية معانا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحاول ايه افكك الكتل دي بقدر الامكان زي ما انتوا شايفين كده. وجبت كده معايا كيسين كده من الاوكسي، الكيس نص كيلو، وانا كنت فاتحة ايه كيس معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت كده. هتشوفوا الكمية بقت قد ايه معايا، وكمان ريحته كله هيبقى ريحته اوكسي خالص، وهيبقى كله لون واحد وزي الفل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت فاتحة كيس وخدت منه شوية، وده ايه الكيس التاني لسه مقفول كده، هفتحه برضو ايه وابدأ بقى اقلب كله، ادمج بقى ايه كله في بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. شايفين ما شاء الله. وانا بعمل بقى فكرة علشان ما يخلصش من عندي خالص الكمية ديت، وكمان بعزز برضو ايه نظافته، ان انا على طول مثلا وانا بشتري مشتريات او كده ومعايا 5 جنيه مثلا اتبقت مثلا من الحساب او كده، باخدها اجيب مثلا كيس اوكسي ب5 جنيه. مثلا بقول لابو مايكل وهو جاي يجيب كيس اوكسي ب5 جنيه، باخد بقى ايه اقلب على بعضه كده بالطريقة ديت، ان انا بعزز النظافة بتاعته، وكمان بزود الكمية شوية بحيث انها ما تخلص. فاهميني؟ يا ريت الفكرة تكون واصله. وكده ايه هرجعه تاني في العلبة اللي معايا ديت بالشكل ده. ولو واضح ليكم انه بقى شكل واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ايه املى العلبة ديت واشيلها، وهخلي علبة صغيرة خالص جنب مني تحت ايدي كده، منين ايه معوز على طول تكون ايه قريبة مني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله بقى قد ايه؟ لو كان واضح ليكم في الاول كانت الكمية قليلة خالص. ديت العلبة اللي انا ايه حملاها كده واسيبها تحت ايديا، بملى منها بالكوباية وايه واحطها في الغسالة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بكمل ايه العلبة الصغيرة كده اهوت. وزي ما انتوا شفتوا بقى ايه النظافة معايا شكلها ايه. وعلشان برضو ما يكونش زي الفكرة اللي قلتلكم عليها، عشان الحمل ما يتقلش عليكي، كل ما يبقى معاكي 5 جنيه هاتي كيس الاوكسي وحطيه عليهم، هيعزز النظافة. وكمان ايه هتقولي ده كميته بسيطة، بس ايه برضو ايه هيكون بيعوض. فاهماني؟ يعني مثلا لو خدتي كوباية النهاردة إيه هتحطي بدلها الكيس الاوكسي كأنك ما خدتيش برضو ايه منه.
كده بوريكم الغسيل. انا عندي شويه غسيل هشيلهم وهحط بقى ايه شويه الغسيل دولت مكانهم. لو واضح ليكم كده اهوت الستاره بره كده ايه على الغسيل. شايفين بقى الغسيل ما شاء الله، وشايفين الفوط، وشايفين الملايه، وشايفين بقى الغسيل قدامكم قدام عينيكم اهوت قد ايه نضيف وزي الفل. جربي وان شاء الله هتدعيلي. ويا ريت لو جربتيها وعجبتك ما تنسينيش في الدعاء ان ربنا يبارك لي كده في اولادي، ويبارك لكم انتوا كمان في اولادكم، وكل دعوة بتدعوها ليا ولاي حد يكون لكم بالمثل يا رب. وكده طبعا انا خدت شوية الهدوم طبقتهم على طول. وكده الغدا معانا، شايفين ما شاء الله كده الغدا عملته وخلصت ايه معايا الغدا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. السردين كانوا ولا اروع، تحسي انك بتاكلي جمبري مش سردين خالص. كده دخلت على البوتاجاز بوريكم بقى مكان ايه الطرطشة. طبعا مش هسيب البوتاجاز بقى ايه بالشكل ده. مسكته بقى ايه عطيته تنظيفة كده ايه محترمة. شايفين بقى قد ايه الزيت مطرطش عليهم بهدله. هبدأ بقى ايه اشيل كده معايا. وبرده معايا خلطة تانية بنضف بيها البوتاجاز. طبعا انتوا شايفين منظره عامل ازاي، هيخليه زي الفل. يعلم ربنا ده مش سترس نهائي، ده مش سترس يا جماعة نهائي، لان في ناس بيقولوا ان ده سترس. يعلم ربنا ما سترس نهائي. ايه ده؟ صابون مواعين وكربونات وخل ومية، مش اكتر من كده. وشايفين هتشوفوا بعينيكم ان الزيت كمان بيتمحي بالخلطة ديت وبينضف وبيبقى زي الفل. كده بخيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، رشيت كده اهوت وعطيت مسحة بس بالفوطة، ولا سبونشة ولا سلكة ولا اي شيء معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. وهينضف ويبقى زي الفل. وكمان الحوامل عملتها بخيت عليها كده ومسحتها برضو بالفوطة. وشايفين اللمعة زي ما انتوا شايفين كده. يعلم ربنا ان ده اصلا مش سترس نهائي. شايفين بقى ما شاء الله البوتاجاز بقى ياخد كام من 10. هو انا معايا العيون عايزة تتغسل غسلة كويسة، بس ايه اليوم ده كان النور طافي وكده عايزة اخلص نفسي ومحبتش اسيب. يا ريت لو فيديو النهاردة عجبكم لايك. سلام.